ده لوجين بطل فيلمنا النهاردة، رجل أعمال كبير وصاحب مجموعة فنادق. لوجين عنده عادة غريبة شويتين، بيحب يقعد لوحده في المكتب وقت الأكل علشان يستمتع بيه، وبيكون عنده قدرة كبيرة قوي على التذوق لدرجة إنه بيعرف مكونات أي أكلة بتتقدم له بمجرد بس ما يشم ريحتها. وعلشان كده بيقضي لوجين وقت طويل جدا في الأكل. وفي يوم بيكون نازل يركب عربيته في الجراج، فبيشوف بنت اسمها جو بتجرح له عربيته بسكينة، وبيتضح إن جو بوظت العربية الغلط وكانت عايزة تبوظ عربية حبيبها اللي كسر قلبها. ومع ذلك لوجين صور اللي هي عملته وكتب رقم تليفونه على وشها وهددها إنها لو ما صلحتش العربية قبل الظهر هيبلغ الشرطة عنها. بنعرف إن جو بتشتغل طباخة في فندق شهير اسمه روزباد، وحبيبها اللي كانت عايزة تبوظ عربيته شغال مدير في نفس المكان. وفي يوم اتقابلوا وقطع علاقته بيها بسبب تصرفاتها الغريبة، وكان بيقول إنها رفيعة جدا وده مش الشكل اللي بيحبه في البنات. فاتصدمت جو من كلامه لكن ما أظهرتش أي رد فعل. بعدها بيوصل لوجين لفندق روزباد بنفس العربية اللي بوظتها له جو، وحجز أوضة في الفندق وجاي يعاين الفندق علشان هيشتريه. ودخل الأوضة وبدأ يفحص كل حاجة فيها، وبعد وقت قصير طلب الأكل وجرب أصناف كتير لكن مفيش ولا وجبة دخلت دماغه وعجبته، وكان محبط جدا. وقبل ما يمشي قدم له المدير وجبة أخيرة وما يعرفش إن اللي عملت الوجبة دي هي جو اللي بوظت له العربية. وأول ما لوجين داق الأكل انبهر ببراعة الطبخ ودقة استخدام المكونات لدرجة إنه أجل كل مواعيده بس علشان يقعد ياكل من طبخها. فدخل المدير اللي هو حبيب جو المطبخ وبلغها إن الضيف المميز عجبه طبقها، وطلب منهم كلهم يساعدوها تجهز باقي الأكل. ولما خرج قعد يهزر مع بنتين ويتصور معاهم. شافته جو وكانت متضايقة وغيرانة جدا. وفي الليلة دي طلعت فوق سطح الفندق وهي سكرانة، وكانت فوق أوضة لوجين بالظبط، وهو كمان معرفش ينام. فخرج شنطة الأكل والعدة علشان يعمل اندومي، وبيبان إنه شخص دقيق جدا وعنده عدة خاصة لعمل الأكل حتى لو اندومي، وبنشوفه بيحسب الوقت والمقادير بالملي علشان يوصل للطعم اللي هو عايزه. وقبل ما بيبدأ ياكل سمع صوت حاجة بتقع بره في البلكونة، فخرج يشوف فيه ايه واتفاجئ بجو هي سكرانة. ولما افتكر انها تنتحر طلع يجري عليها علشان ينقذها، لكنه اتفاجئ انها نايمة في البلكونة وما نطتش ولا حاجة. ولما شافته مسكته من رجله وسألته اذا كان شكلها وحش، وبتقوله ان حبيبها سابها بسبب شكلها وتصرفاتها. بعدها دخلت اوضته علشان تطلع من الباب لكن بيغمى عليها وبتقع على الارض. وعلشان لوجين ما يوسخش الارض حطها في شنطة السفر بتاعته ونقلها في الاسانسير، لكن 2 من الموظفين شافوا ايدها خارجة من الشنطة فصرخوا من الرعب وبلغوا الشرطة، واتقبض على لوجين ودخل الحبس بسبب اللي عمله. وهو في الحبس شاف الضابط بيعمل اندومي بس بطريقة غلط، فزعقله وبدأ يوجهه علشان يعملها بطريقته هو. والغريبة ان الضابط سمع كلامه ونفذ تعليماته، ولما عجبه الاكل جدا قرر يساعد لوجين. وبعدها وصل الفريق بتاعه وقدروا يخرجوه من القسم، وده بعد ما جو شرحت للضابط اللي حصل. وراحت صاحبة جو القسم وخرجتها، وكانت دي اللي نصحتها تجرح عربية حبيبها اللي سابها. وقدام الاسم اتقابلوا لوجين وجو مرة تانية، وحاولت جو تعتذر له لكنه رفض اعتذارها علشان ما بيحبش الناس تعتذر، وبالغلط داس على حاجة ريحتها وحشة فقلع جزمته ورماها في الشارع وسابها ومشي علشان ما بيحبش يوسخ نفسه. وكانت كل مرة يقابل فيها جو حظه بيبقى وحش جدا، زي لما كان بيتمشى في الجنينة مع موظف عنده وكانت جو طالعة على شجرة بتحاول ترجع شمسية بتاعة الأطفال الصغيرين كانوا بيلعبوا بيها، وفضلت تهز في خلية النحل علشان توصل للشمسية، لكن فجأة الخلية بتقع وكل النحل بيهجموا على لوجين وبيقرصوه. ولما جو اكتشفت اللي حصل جمعت كل الأطفال وراحوا له واعتذروا له. وقتها جاب آخره منها وطلب من المساعد بتاعه يديها الساعة بتاعته علشان لو كانت قريبة منه في أي مكان ساعته هتعمل صوت إنذار فهيقدر يبعد عنها. بعدها رجع للفندق وطلب من المدير يجهزوا له أكلات مختلفة معمولة بالبيض، وكل الطباخين في المطعم عملوا له أكل، وجو عملت له أكل مختلف بطريقتها الخاصة، وعجبه جدا طعم أكلها وكان منبهر، مع إنه لسه مش عارف إن هي دي الطباخة الشاطرة. فقرر يقابل الشيف عشان يشكره، لكن لما دخل المطبخ ملقاهاش علشان في الوقت ده كانت بتتخانق مع حبيبها القديم لأنه راح لها وطلب منها إنهم يرجعوا لبعض، بس هي لسه مجروحة من اللي عمله وفضلت ترمي عليه أكل. ولما رجعت المطبخ لقت إن الجست اللي في الأوضة رقم 1123 سايب لها رسالة شكر وتقدير، وكانت مبسوطة جدا علشان في حد مقدر مجهودها وموهبتها المميزة في الطبخ، وما كانتش تعرف إن الجست ده يبقى لوجين.
تاني يوم كانوا بيصوروا معاه في الفندق، ووقتها اكتشفت جو إن نزيل غرفة 1123 هو لوجين، وأول ما ساعته رنت فهم إن هي قريبة وبص حواليه وشافها، ففهمت جو وطلعت تجري بعيدة عنه بسرعة، لكن قماش لبسها اتعلق في ستاند التصوير فرجعت تفكه، لكن للأسف بتقع في حمام السباحة قدامهم كلهم. وتاني يوم بعت لوجين الأوردر بتاعه للطباخين وطلبوا منهم يجهزوا له أكل على مزاجهم وكل طبق يبقى ليه فكرة. قبلت جو التحدي وعملت له أكل حلو جدا لدرجة إنه بقى قادر يميز الأطباق اللي هي عاملاها وما ياكلش غيرها، وقال للمدير إن الشيف اللي عمل الأكل كان مزاجه رايق جدا، وعلشان يعرف الفكرة اللي ورا كل طبق قرر يقابل الشيف أخيرا. لكن جو خافت تقابله وبعتت شيف غيرها وادعى ان هو اللي عمل الاكل، لكن لما شرح له فكره كل طبق اكتشف انه شيف مزيف، فدخل المطبخ يدور على الشيف الحقيقي، لكن جو طلعت تجري فجري وراها لحد الحمام، وهناك شاف جو زعق لها علشان بتراقبه مش بتبعد عنه زي ما طلب منها، لكن لما قرب منها شم ريحه مكونات الاكل في لبسها وفضل يشمشم فيها، بس برضه معرفش ان هي اللي طبخت كل الاكل اللي عجبه. وتاني يوم قرر يعرف مين هو الطباخ الموهوب ده، فطلب من المدير يجمع كل الطباخين اللي عنده، وفعلا وقفوا كلهم في الجنينة تحت بلكونة أوضته وهو بيبص على كل واحد فيهم بدقة. ووصلت جو وهي لابسة ماسك علشان ما يشوفهاش ويتضايق، بس المرة دي بيكتشف لوجين أخيرا إن جو هي اللي عملت كل الأكل، ومن ساعتها اتغيرت نظرته ليها وبقى كل ما يشوفها يعمل فيها مقلب، يشغل الإنذار اللي في الساعة علشان ترن في ساعتها فتفهم إنه قريب وتخاف وتطلع تجري، وجو ما بقتش تخاف تقابله وتواجهه. ومع الوقت شرحت له فكرة كل طبق بتعمله، وفي يوم اتصل بيه عميل علشان يشوفه وصل لإيه بخصوص الفندق، لكن مازال الفندق مستواه ضعيف وتقييمه قليل، ولو حالة الفندق ما اتحسنتش هيخسروا فلوس كتيرة جدا. ومع ذلك لوجين ما قدرش ينسى الأكلات الحلوة اللي جو عملتها، وفي مرة طلب منها إنها تعمل له أكل بس اكتشف إنها في أجازة فراح لها لحد البيت، ولما عرفت إنه موجود نظفت البيت بسرعة وبدأت تجهز له أكل وتضيفه، بس لما قعدت معاه علشان ياكله قال لها إنه بيحب ياكل لوحده، وفعلا كل واحد قعد في مكان بس بيفضلوا يتكلموا طول الوقت. وبعد ما أكل لوجين نام على الكنبة، وفي الأيام اللي بعدها كان بيزورها كتير في البيت علشان تعمل له أكل لحد ما جاب الشنطة بتاعته وقرر إنه يبات عندها، لكن جو معرفتش تنام من صوت شخيره، فكانت في اليوم اللي بعده تعبانة وبتنام في شغلها. ومع الأيام اتطورت علاقتهم وبقوا يقعدوا ياكلوا مع بعض، ولما عرفت إنه ملياردير ما كانتش مصدقة. وفي يوم كانت جو عاملة سمك بس كان لسه محتفظ بالسم بتاعه، وكان تأثير السم إنهم ابتدوا يهلوسوا وشافوا مطر في الشقة وفي كل حتة، وخرجوا يتمشوا مع بعض وهم ماسكين الشمسية حتى وهم راكبين الأتوبيس. وبعد اليوم ده حس لوجين بمشاعر ناحيتها، وفي يوم جو عملت له أكل وبعتته لأوضته في الفندق، بس اكتشفت إنه ساب الفندق ورجع بيته من يومين، ولما راحت له البيت اكتشفت إنه دلوقتي بياكل من إيد الطباخة بتاعته، وده ضايق جو جدا لأنها كانت بتعمل له أكل بوصفات جو الخاصة، فحست بغيرة شديدة لأنها شايفة إن وصفات الأكل دي حاجة شخصية جدا ومش المفروض إن حد ينقلها. وبعد أيام في شغلها راحت لها الطباخة بتاعة لوجين وبلغتها إنها تاخد أجازة وعاوزاها تعمل له أكل بدلها. وافقت جو إنها تعمل له الأكل مع إنها كانت لسه متضايقة من اللي عمله، وحس لوجين من أطباق الأكل بتاعتها إنها متضايقة منه ونفسيتها مش متظبطة. وفي النهاية أعلن لوجين إنه اشترى فندق روزباد، لكن علشان يغير من مستواه ويكسبوا منه كان لازم يغير حاجات كتير علشان يوصل للتقييم اللي يناسبهم، وحاجة من ضمن الحاجات اللي غيرها إنه طرد كل الطباخين اللي في الفندق. ولما جو سمعت كلامه اتصدمت ومشيت، وكان لوجين حزين على اللي حصل. وفضلت جو الأيام طويلة تعيط ومكتئبة بعد اللي عمله معاها، وكان لوجين قاعد في بيته محبط، فقالت له الطباخة بتاعته إن هو عمره ما طلب منها تعمل له أكل بأي وصفات خارجية ما عدا وصفات جو، وعلشان كده استقالت. وبعدها سافر لوجين يقابل باباه ودخل معاه في جدال لأن باباه دخل في شغله الخاص وأجبره إنه يرفض كل الطباخين اللي في الفندق. وقرر لوجين يرجع يزور جو مرة تانية، وفي الوقت ده كانت جو بتحاول تبيع الساعة اللي لوجين اداها لها، لكن فجأة سمعت صوت الإنذار ففهمت إنه قريب منها وجريت تستخبى منه في السوق، ففضل يدور عليها لحد ما ملقاش حل قدامه غير إنه ينده عليها بميكروفون وسط كل الناس، وفعلا قدر يوصل لها واعتذر لها عن تصرفه واعترف لها بحقيقة مشاعره ناحيتها. وبرغم إنها رفضت تقبل أي شغل عرضوا عليها إلا إنها قبلت عرض واحد بس، وهي إنها تفضل جنبه، ومن ساعتها رجعوا تاني يعيشوا مع بعض. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. يا رب يكون الملخص عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، ونشوفكم في فيلم جديد.